السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جبت لكم في فيديو اليوم أطباق سهلة واقتصادية كاقتراح لطاولة رمضان. جبت لكم طبق لي سوفلي هذا بالدجاج، طبق سهل واقتصادي وبزاف بنين يعني وبريزونطابل، يعني غير بحاجة قليلة وانتي درتي طبق راقي، طبق رئيسي رائع. جبت لكم أطباق يعني سهلة وبسيطة. وكذلك عندي البيتزا، هذه بيتزا القوارب ثاني بزاف بعجينة خفيفة وسهلة، كنت شاركتها معكم في الفيديوهات السابقة، رجعوا فقط الفيديوهات السابقة تاعي. نبداو على بركة الله في الطبق الرئيسي اللي هو الطبق تاع سوفلي الدجاج. دوك تشوفوا معايا طريقة التحضير، طريقة سهلة وبسيطة، وكذلك يعني طبق يحمر الوجه. هنا عندنا في المقلاة تاعنا كنت درت شوية تاع زيت، شوية زبدة، نحط البصل تاعنا حوالي 2 ملاعق كبار تاع بصل مرحي، نقليهم بيا. كذلك زدت شوية تاع المعدنوس اعواد يعني رايحين يطلقوا لي البنة. زدت كمية يعني ثاني تاع الشامبينيو، تقدروا يعني تستغناو عليه، ديروا الزيتون ولا تقدروا ديروا يعني الجلبانة، اي حاجة متوفرة عندكم، حميصة يعني لكم الاختيار نتوما واش تحبوا. انا كنت درت هكذا غير حبيبات تاع الشامبينيو راح يطلقوا لي يعني البنة تاعهم. هكذا نقليوهم في هذيك الزيت والبصل وكامل لي زيبيس. كنت درت ملح، فلفل اسود، كركم، زنجبيل وكزبر وراس الحانوت، يعني نديروا غير شويه شويه ما نكثروش. كذلك الملح ما نكثرش لانه لي شامبينيون تاعي راهم مالحين، يعني انا درتهم في الماء، خليهم في الماء حتى انا شريت شامبينيون معلبين كما تقدروا تستعملوا الشامبينيون يعني الفطر الطازج، راهو متوفر يعني في الاسواق. يكونوا مالحين، خليهم شويه في الماء باش تنحالهم هذيك الملوحيه كيما الزيتون يعني عادي. ومن بعد نديرهم في لاصوص، يعني نقصوا فقط في الملح، ديروا يعني اعتبار للملح باش ما يجيكمش الطبق مالح. من جهه واحده اخرى كنت درت شوربه فريك يعني شاركتها معكم في الفيديوهات السابقه، رجعوا فقط للفيديوهات اكيد راح تلقاو الوصفه. وصفه سهله وبسيطه، كذلك تجي بزاف بنينه. هنايا عندنا سكالوب تاعنا المرحي، يعني حوالي نص صدر دجاج ولا ربع صدر دجاج كيعود يعني كبير، تقدري ديري الا ربع صدر الدجاج راح يجيك كميه يعني لا باس بها. ندير لها شويه تاع المعدنوس المقطع هكذا في الرقيق، ندير لي زيبيس كذلك الكركم، زنجبيل، الفلفل الاسود والملح وراس الحانوت والكزبر. نخلطوا كامل المقادير تاعنا هذو، يعني نخلطوا لي زيبيس مع الدجاج تاعنا مليح حتى يدخل لنا مليح في هذاك لي زيبيس يدخلوا لنا مليح في الدجاج تاعنا. راح يتبلوه لنا كيما نعرفوا الدجاج صامت، يعني لازم نديروا له لي زيبيس باش يجي بنين. هنا كذلك ندير شويه تاع زبده باش يبقى لنا يعني الدجاج تاعنا يجينا طري وما يجيناش ناشف كيما نعرفوا. كذلك صدر الدجاج يعني ناشف، نحاولوا يعني نديروا له شويه تاع زبده باش يجينا طري ويبقى لنا يعني طري ما يجيناش ناشف. هذه هي حبيبتي. هنا نحط كميه يعني بعد ما خلطوا، نجيب هذوما النيلو هذا ولا لي ساشي هذو اللي يجيو مع الديول، نستعملهم هكذا يعاونونا يعني باش ما يلصقش في يدنا. نجيب وندير نحطو كميه تاع الدجاج هذاك المرحي ولا سكالوب المرحي، ونحطوه هنايا كذلك كما راكم تشوفون. نخبزوهم هكذا خبيزات صغار وراحين يعني نحشيوهم بالجبن، يجيو مفرمجين ويجيو بزاف بنان. نحشيوهم بالجبن كما تقدروا تحشيوهم يعني باي حاجه متوفره عندكم، تقدروا ديروا لهم اي حاجه، انا فضلت نديرهم بالجبن هكذا يجيو بزاف بنان. استعملت الجبن الابيض الطري يعني عادي، واستعملت الجبن هذا تاع السندويشات كذلك يذوب وراح يعطينا يعني بنه رائعه اللي سوفلي تاع الدجاج. هكذا راح نقطع كل يعني مربع، نقطعها على 3، راح يعني ندير بها 3 حبات لي سوفلي ونغلق يعني عادي كيما راكم تشوفوا على الحبه تاعنا بهذه الطريقه. طريقه سهله، ولي ساشي هذو راح يعاونونا بزاف بزاف في المطبخ، يعني ما ترميوهمش، خبيوهم اكيد راح تستعملوهم عده استعمالات يعني. ونجيب هنايا سيرسو، يعني اي سيرسو كان متوفر عندكم ونطبعوا به كيما راكم تشوفوا هكذا، فقط يعني باش نتحصلوا على شكل مليح. كيما تقدروا يعني تسويوها غير بيدكم، يعني اللي ما عندوش يقدر يسقمها بيدو بالبول بالكاس، يعني كاين عده طرق، فقط يعني نحاولوا نسقموا لها يعني نلموا لها هذوك الجرو كامل، نغلقوها مليح باش الفرماج تاعنا ما يخرجش. هذه هي ويخسر لنا الشكل. هنا في مقله ندير شويه تاع زيت، بعد ما سخن لي هذاك الزيت
نجي لهنا باش نقلي هذوك لي سوفلي تاوعي تاع الدجاج، هكذا نحطهم في المقله ياخذوا لي تحميره يعني على لي دو كوتي. هاي ليكم نحطوه يعني في الزيت حتى يغلي لنا مليح، يعني يسخن باش تحطوهم هكذا باش ما يلصقوش معاكم. يعني هذوك تدابير وافكار فقط باش نعاونوا بعضنا. كما نعرفوا رانا بدينا يعني نكرهوا، بدينا نخمو واش نديرو كامل، نحاولوا يعني فقط نديو افكار من بعضنا البعض. هذه يا حبيباتي. وشهر رمضان شهر العباده، يعني ما راهوش غير الشهر تاع الماكله، على بالنا بلي يعني لازم ناكلوا لازم نطيبوا، لانه النهار كامل وحنا صايمين بطبيعه الحال. يعني الانسان لازم يتغذى ولازم يفطر باش يقدر يشد في اليوم الرمضاني تاعو. هذه هي حبيباتي. هنايا نرجعوا لاصوص تاعنا كما راكم تشوفوا. هاي لكم لاصوص تاعنا بعد ما الشامبينيون تاعي هذاك يعني دخلوا طياب طابلنا، يعني هو يكون يعني ما ياخذش وقت طويل في الطياب، تم يطيب لنا. نحيو هذوك الاعواد تاع المعدنوس، يعني يطلقوا لنا خلاص الفائده تاعهم وكامل راهم طلقوها في لاصوص، نحيوهم. نجيو لي سوفلي تاعي هنايا بعد ما كنت قليتهم كامل، كملت كامل الكميه. شوفوا نحطهم شويه هكذا في لاصوص، يعني هما راهم طايبين فقط باش يتشربوا لنا هذيك البنه تاع لاصوص. هذه هي حبيباتي. ونجيو لهنا كذلك راح ندير شويه كريمه الطبخ، يعني لاصوص تاعي باش تعطيني لاصوص عاقده وتجي بزاف بنينه، يعني نضيف لها بنه رائعه. هذه كريمه الطبخ تاع فونديليس، نجربوها واكيد يعني راح تعجبكم. هكذا ونخليها يعني تغلي غليه فقط، وراح نطفي عليه ويكون هنا الطبق تاعي واجد. من جهه واحده اخرى كذلك كنت قليت حبيبات بطاطا اللي راح نرافقهم يعني مع هذا الطبق. كما راكم تشوفوا حبيبات تاع بطاطا، يعني لكم الاختيار. هنايا من جهه واحده اخرى كنت درت العجينه تاعي السحريه اللي كنت جربتها معاكم، ولا ماشي جربتها عفوا، كنت يعني درتها معاكم في الفيديو السابق. ارجعوا فقط في الفيديو السابق راح تلقاوها. تقدروا كما كنت قلت لكم يعني ديروا بها عده وصفات. انا هنايا درت بها الخبز كذلك، ودرت بها بيتزا القوارب. هذه كما راكم تشوفوا تجي بزاف بنينه وخفيفه وهشيشه، يعني تقدروا تستعملوها ولا ديروا بها عده مخبوزات عده مملحات. يعني نتوما يعني واش حبيتوا نوعوا بها كيما تحبوا. هاي لكم هنايا نفتحها، قسمتها كويرات كيما راكم تشوفوا، ونفتحها بالطول هكذا ونشكلها قوارب. يعني الطريقه راهي باينه على عينكم وطريقه سهله وبسيطه. هنايا لي كوتي تاعها كامل راح ندهنهم بالبيض هكذا باش يتحمروني وياخذوني هذاك اللون الشباب. كيما راكم تشوفوا طريقه سهله وبسيطه، وكذلك باش نوعوا هكذا في الطاوله تاعنا، ونحاولوا يعني نديروا اطباق اللي يحبوهم وليداتنا. كيما نعرفوا البيتزا يحبوها كبار وصغار، نحاولوا فقط نوعوها لهم، نوعوا لهم فيها. يعني نحاولوا ندخلوا الخضر دائما، كيما دائما نقولكم دخلوا فيها الخضر، دخلوا الزرارع لانه فيها فوائد صحيه كبيره حبيباتي. نحاولوا يعني حنا يعني اللي نتحكموا في وليداتنا، وحنا اللي نحاولوا يعني ننظموا لهم النظام الغذائي تاعهم، نحاولوا ندخلوا لهم الخضر، ندخلوا لهم يعني كل الحاجات اللي فيها فائده للجسم تاعهم. كيما هنايا درت بذور الشيا ودرت كذلك الجلجلان، يعني فيهم فوائد صحيه عظيمه كيما سبق لي قلت لكم. يعني فقط اطلعوا على الفوائد تاعهم واكيد ما راحش تستغناو عليهم في المخبوزات تاعكم. انا معتمدتهم يعني. وهنا لاصوص طوماط تاعي اللي كانت يعني جاهزه معايا. جيت لهنا نعمر هذوك البيتزا تاعي قوارب هذوك تاعي كامل هكذا بلاصوص. كما تقدروا يعني تستعملوا صلصه الجبن كذلك يجيو يعني تجي رائعه ثاني في البيتزا تاعنا. هنايا ندير الفلفل اللي كنت قطعته هكذا دي بتيت كاري هكذا. كما قلت لكم يعني نحاولوا نوعوا نديروا كميه تاع الخضر لوليداتنا باش هكذا يتناولوهم، يعني فيهم عده فوائد. هنايا ندير الزيتون كذلك الاخضر مقطع هكذا دي رونديل، كذلك ندير الزيتون الاسود، يعني تشكيله متنوعه هكذا. كما نعرفوا العين تاكل قبل الفم، نحاولوا يعني دائما نديروا صوره جميله للماكله تاعنا ونزينوها يعني هكذا باش افراد الاسره تاعنا تنال اعجابهم. وكذلك راح ندير لهم يعني الطون تاع الزيت كيما تقدروا ديروا
ديروا سكالوب مرحي، كيما تقدروا ديروا فيونداشين مرقاز، يعني واش كاين متوفر عندكم في المنزل، كيما تقدروا تستغناو يعني عليه ديروا غير الخضر واش متوفر عندكم فقط حبيباتي. وانتم كليتو يعني الفايده والاساس كامل في الحاجه الصحيه، والحاجه اللي نطيبوها يعني حنايا بيدنا تكون صحيه وعلى بالنا واش درنا فيها. كذلك هنا راح ندير لهم كميه تاع الجبن. كيما نعرفوا البيتزا يعني الاساس تاعها هو الجبن، جبن مبشور، يعني خيروا فقط الجبن اللي يكون يذوب معاكم، ما تختاروش كاين نوعيات يعني رديئه ما تذوبش كامل وتبقى هكذاك، يعني ميم في لا فيزيالمون ما تجيش شابه. نحاولوا هكذا فقط، يعني تزيين خفيف، ديكور خفيف، ندخلوهم هكذا للفرن يطيبوا على اعلى درجه حراره، يعني رايحين يطيبوا معانا بالخف، ما رايحينش يطولوا كامل معانا. كذلك نرجع للخبزه تاعي اللي كنت درتها كذلك، يعني بعجينه واحده ندير الخبز وكذلك ندير المملحه هكذا، يعني تختصروا الوقت، تختصروا يعني كذلك الاوقاف في الكوزينه، يعني تنقصوا شويه، تحاولوا يعني تتفرغوا للعبادات، نتفرغوا يعني اكثر واكثر يعني للعبادات تاعنا، وان شاء الله ربي يتقبل منا. هذا واش نقدروا نقولوا حبيباتي. هنايا الخبزه تاعي بعد ما دهنتها كامل بالبيض، حاولت ندير فيها هكذا ثقوب كتزيين فقط، وندير لها كميه تاع زريع، درت بذور الشيا، درت جلجلان، درت السانوج، يعني ديروا واش كاين متوفر عندكم، تقدروا ديروا حبه الحلاوه، يعني زريع كامل مفيده وصحيه. ودرتها طيب كذلك على اعلى درجه حراره، تتحمر لي يعني من التحت ومن الفوق، ونخرجها. هنايا نرجعوا للطاوله تاعنا، ان شاء الله تكون نال اعجابكم الوصفات اللي قدمتهم. طاوله بسيطه وسهله كما راكم تشوفوا معايا يعني، وبريزونطابل كذلك. هنايا كنت قدمت هذوك لي سوفلي تاوعي تاع الدجاج مع لي فريت بطاطا، يعني كنت قليتها. هذو هما قوارب تاع البيتزا تاعي، جاو بزاف هايلين وبنان وخفاف. كذلك الشوربه جات بزاف بنينه، يعني حاولوا فقط نطيبوا يعني الشوربه تاع يومين 3 ايام يعني هكذا باش نقصوا علينا. كما تعرفوا ماشي دائما يعني الكوزينه المطبخ على قد ما تدخلي ليه بكري على قد ما راح تقعدي فيه، يعني نحاولوا نقصوا الوقت ونختصروا الوقت علينا على قد ما قدرنا هكذا باش نتفرغوا للعبادات، لانه شهر رمضان يعني الاساس تاعو لا باس تاعو يعني هو العبادات، يعني وعلى تغتنموا الفرصه لانه يعني الشهر من اعظم الشهور، والشهر هذا لازم نغتنموه يعني في العبادات اكثر واكثر، لانه شهر فيه تغفر الذنوب. ان شاء الله ربي يتقبل منا، امين يا رب العالمين. هام لكم لي سوفلي تاعي جاو بزاف بنان مفرمجين، يعني بنه رائعه وبكميه كما قلت لكم هكذا قليله. تقدروا ديروا طبق رائع وطبق راقي وبريزونطابل وتشبحوا به طابلتكم، وكذلك صحي يعني كنتوا طيبتوا نتوما بيديكم. هنا نرجعوا للبيتزا تاعنا، كذلك جات بزاف خفيفه بالعجينه تاعي هذيك يعني اللي كنت شاركتها معكم. حاولوا فقط يعني ترجعوا الفيديو السابق، اكيد راح تلقاوها، تشكلوا بها عده تشكيلات تاع المملحات والخبز، يعني المخبوزات بصفه عامه ناجحين 100%. تقدروا كذلك ديروا بها حتى البريوش يعني ويجيكم خفيف قطن. حاولوا فقط يعني تجربوها واكيد راح تنال اعجابكم. هاي لكم البيتزا تاعي جات روعه، نتمنى ان شاء الله يكون شهيدكم في الجنه. ومع السلامه حبيباتي، الى فيديو لاحق ان شاء الله ومع وصفات جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.